عبد العزيز، بس ليه اخترتي ياسمين؟ ياسمين عبد العزيز أراها تقترب من مرحلة الأسر 24 25 مرحلة الانفصال عن أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز طلاقها من النجم أحمد العوضي عبر حسابها على موقع انستجرام. وأعلن النجم أحمد العوضي أيضاً نبأ الطلاق، وعبر حسابها على الفيسبوك قالت ياسمين عبد العزيز: تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير. احنا شايفين خفه دمكم مع كمان على السوشيال ميديا ان شاء الله ربنا ياسمين سر غيابك عن رمضان السنه دي. نعم، سر غيابك عن رمضان السنه دي. كده دي اعرف اجاوب عليها. وبالأمس حرص أحمد العوضي على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي تحتفل به يوم 16 يناير. ونشر العوضي على حسابه الرسمي على انستجرام صورة بتجمعه هو وياسمين، وعلق عليها قائلاً: كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي، العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح. انتشر مؤخراً شائعات عن طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وتنبأت خبيرة الفلك بطلاقهم عام 2024. ونشرت الفنانة ياسمين على حسابها الفيديو الخاص بخبيرة الفلك، وعلقت عليه وقالت: يا ساتر يا رب، بلاش انت يا ليلى. الجدير بالذكر، عرض مؤخراً للعوضي فيلم الإسكندراني الذي يعد أولى بطولاته السينمائية، ويشارك في البطولة الفنانة زينة، وهو من إخراج خالد يوسف. وحرص النجم أحمد العوضي على حضور عرض فيلم الإسكندراني مؤخراً وسط جمهوره في أحد المجمعات السينمائية الكبرى، وحظى بإقبال كبير، وشاركه حضور الفيلم هناك الفنان عصام السقا.